حلقة جديدة بنتكلم فيها عن كيف ممكن تعمل انعكاس للصورة عن طريق الإيديت باستخدام تطبيق سناب سيد. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. بعد ما نزلت الحلقة السابقة حق كيفية اضافة سحاب الى صورك، وصلتنا كثير رسائل عن طريق الفيسبوك او انستغرام انه التطبيقات مش متوفرة على الستور لمستخدمي اجهزة اندرويد. فقررت ان انا اعمل حلقة عن كيفية اضافة السحاب، وبنفس الوقت نتعلم كيف نعمل الانعكاس على الصور باستخدام تطبيق سناب سيد. وعملت تصويت على الموضوع ده في اليوتيوب وعلى حسابي بالانستغرام، وكانت النتيجة ايجابية. فخلونا نفتح التطبيق ونشوف كيف بنعمل الانعكاس ونضيف السحاب على صورنا. طبعا واجهة التطبيق كلنا عارفينه، انا شرحت واجهة التطبيق ادواته وفلاتره بشكل عام بدرس مكون من جزئين موجود في القناة، ممكن تروح وتشوفه اذا عادك ما شفته عشان تفهم التطبيق بشكل اكبر. وبنطبق على نفس الصورة عشان يكون في رابط بينه وبين الحلقة اللي قبلها كجزئين، وبحط لكم رابط الصورة قبل التعديل في صندوق الوصف، ممكن انكم تحملوها وتطبقوا عليها خطوات التعديل. واذا تحبوا تشاركوها معي شاركوها على حسابي بالانستغرام والفيسبوك. نبدأ نطبق كيفية اضافة سحاب. فاول حاجة بنحتاج سحاب. الافضل انك تضيف سحاب من تصويرك، لكن اذا مش متوفر ممكن انك تضيف سحاب من جوجل علشان الشرح نمشي. بس حاول دايما انك لما تلاقي سحاب شكلها جميل انك تصورها وتحتفظها فيها عندك، ممكن تستخدمها في صور ثانية. فأول حاجة تروح على مثلا تفتح أي براوزر عندك جوجل أو غيره وتسجل سكاي اوفرلاي، بيفتح لك معك أشكال كثيرة جدا للسحاب. حاول تختار صورة تكون قريبة للدرجة اللونية اللي انت عالجت فيها الصورة. انا عن نفسي اعالج الصورة واصحح الوانها واضبط اضاءتها بالبداية، وبعدين احب ادمج لو احب ادمج يعني. بعضهم يعمل العكس، فشوف الانسب لك واعمله. بس بالاخير حاول انك لما تدمج شيء حاول انه يكون بنفس الدرجة اللونية، او انت تصحح اللون وتخليهم بنفس التون. فممكن نحن نختار اي شكل، مثلا هذا الشكل. انا اخترت صورة موجودة عندي وحفظتها، وتعمل لها سيف بطريقة عادية، سيف ايمج. بعد ما تحفظها تروح هنا في معك بالتولز حاجة اسمها الدبل اكسبوجر، تضغط على الدبل اكسبوجر بيطلع لك هذه الخيارات، تعمل على اشارة الزايد دي وتروح تضيف السحاب اللي موجودة وانت حفظتها من قبل، وتروح تضبط مكانها. مثلا انا اشتيها بالمكان هذا بالطريقة ذي، وتروح تعمل اشارة صح. بعد ما عملت اشارة صح تروح على هنا السهم الصغير وفيو اديت، وتروح تعمل على البروش. هذه انا تكلمت عليها برضو، كيف انك تطبق تعديل جزئي على الصورة باستخدام السناب سيد برضو بالشرح اللي شرحته من قبل. فتعمل على البروش وتروح تمسح على السماء بالشكل هذا زي ما هو موضح امامكم. حاول تكون دقيق شوية هنا في الأماكن القريبة، بس أنا ما بكون دقيق جدا علشان الشرح ما يطولش لأنه محتاجة وقت. أكتفي بهذا القدر ممكن. طيب إذا مثلا السماء راحت يدي في مكان غلط زي كذا مثلا، ممكن إنك تخفف هنا الصفر وتروح يرجع معك ممحى، وتطبقه بالشكل هذا، تعمل إشارة صح. بعد كذا تروح على السيتنج، هي رايحة يمين شوية أو شمال، فتضبطه صح. هنا مثلا ترفعها صح كذا بالشكل. أنت تتحكم في الأوبسيتي بالشكل هذا، وتروح تتحكم في الأوبسيتي لو أنت تشتي تعليه شوية بالشكل ده. بس كذا خلصنا من إضافة السحاب. الآن نجي لخطوة إضافة الانعكاس. إضافة الانعكاس سهل جدا، تروح على الكروب وتقتص الجزء العلوي من الصورة بالشكل هذا وتعمل صح. بعد كذا تروح على الروتيت، تعمل له ميرور وتقلبها بالشكل هذا وتعمل صح وتحفظها. بعد ما تحفظها تروح تحذف الخطوات الأخيرة اللي انت عملتها اللي هي الكروب والروتيت، تحذفها كذا وتعمل نفس الخطوة اللي هي دبل اكسبوجر، وتروح تعمل إشارة زايد وتضيف الجزء السفلي اللي انت حفظته، وتروح تحطه بطريقة معقولة كذا بالشكل هذا. مثلا تصغره عشان يبان انه انعكاس فعلي بالشكل هذا مثلا.
تضبطه لحد ما يضبط معاك. حاول انك تكون دقيق جدا في مسألة التناظر، علشان هذا ممكن يعني بالشكل هذا. اعتقد كذا ضبطت معانا. بعدين انت ممكن تضبطها، انا حاول اشتغل سريع علشان وقت الحلقة. هنا الاوبسيتي برضو نفس الفكرة، علشان انت لو تحبه يكون خفيف يكون عالي، فممكن تخليه بالشكل هذا مثلا وتعمل اشارة صح. طيب تروح تعمل نفس الفكرة وتعمل دبل اكسبوجر وتعمل على البرش وتعمل انفرس تعكس وتروح تمسح على الجزء العلوي. انا كذا عكست اللاير. حاولت اعمل لكم اياها يعني بالطريقتين علشان ارويكم. ممكن انك تعمل عكس، تعكس اللاير فوق وتمسح هنا الانعكاس. ممكن انك تعمل عكس وتمسح فوق ويطلع لك هذا هنا. فانت تعمل كذا وتعمل انفرس وتمسح فوق بالطريقة هذه، انك عكست اللاير وخليته تحت بدل ما انت تعمل له برش. بالطريقة هذه ضفنا السحاب وضفنا الانعكاس. طيب حاول انك تضيف كمان، تروح على اللينس بلر وتضيف شوية بلر علشان يبان الانعكاس انه حقيقي. فتضيف البلر على الانعكاس، تخليه مثلا 75 بالطريقة هذه. وبعد كذا الخطوة اللي انا يعني مفضلة بالنسبة لي، اروح على الجلومر جلو واضيف شوية لمعان علشان يعطي لون للصورة كذا بشكل جميل. وتختار الانسب لك هنا او هنا. بعد كذا ممكن انك مثلا ترفع الساتوريشن شوية بالشكل هذا وتروح تحفظها بالطريقة اللي تعلمناها. وهذه الصورة صارت يعني كانت قبل وهذه بعد، هذه قبل وهذا بعد وهذا قبل وهذا بعد. طريقة سهلة وسلسة جدا. هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. حبيت تكون حلقة خفيفة ولطيفة وعشان ما نزعلش حبايبنا من مستخدمي أجهزة الأندرويد، وبنفس الوقت نتعلم مهارة جديدة اللي هي كيف نعمل انعكاس. شاركوا الحلقة مع كل أصحابكم، ما تنسونا من دعمكم، لايك شير سبسكرايب، اشترك بالقناة إذا عندك ما اشتركت، حط لي رأيك في تعليق، ما تجزعش بدون أي تعليق، حط لي بصمتك هنا وخلينا أسمع رأيك وانتقادك اقتراحك أي حاجة عندك أو حتى نصيحتك حط لي إياها في تعليق. ونشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة. وما تنسوا تحملوا الصورة، بحط لكم رابط تحميل في صندوق الوصف، طبقوا عليها خطوات التعديل. وإذا تحبوا تشاركوها معي شاركوها في حسابي بالانستغرام أو فيسبوك، وأنا بقول لك رأيي وبعطيك ملاحظاتي إن وجدت. تحياتي.